السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو اليوم. غادي نتكلموا على موضوع، يعني كل وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا القنوات الرسمية بالمملكة المغربية كتتكلم على هذا الموضوع. يتعلق الأمر بالإضراب الوطني لقطاع التعليم. غادي نتكلموا على الأسباب الحقيقية وراء هذا الإضراب. واحد شاب مغربي كيقرب التكوين المهني، يعني بهذا المعنى قام بقتل الأستاذة ديالو، يعني بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض. يعني هذا الشيء اللي خلى هذا القطاع ديال التعليم بكل المكونات ديالو أنه يقرر يدير إضراب يوم الأربعاء 16 أبريل 2025. هذا الشيء اللي ولينا كنشوفو صراحةً شي حاجة اللي تسيء إلى سمعة المملكة المغربية. بغينا نفهموا الأسباب الحقيقية وراء هذا الفعل الشنيع وهذا الفعل الإجرامي. يعني هذا الشيء كله ربما ما يمكنش أننا نحكموا على هاد المسببات ديال هاد الجريمة. يعني هذا التلميذ اللي كيقرا في التكوين المهني، ولينا ما تنعرفوش واش كاين هناك تربية للأبناء ديالنا باش يحترموا الأساتذة ديالهم، سواء يعني بالمدارس أو الثانويات أو بالكليات أو التكوين المهني. هاد الشيء صراحةً الشيء اللي كنتأسفوا على أنه يحدث في المدارس ديال المملكة المغربية. قطاع التعليم يعني هو في غنى عن هاد المشاكل اللي دائمًا كنلاحظوها في هذا القطاع. يعني دائمًا أساتذة يتعرضون للضرب وللسب والشتم ولا من يحرك ساكنًا، وهذا الشيء ولينا كنلاحظوه حتى في قطاعات أخرى. أيضًا بقطاع الصحة حدث ولا حرج، يعني كل المستشفيات، كل المراكز الصحية كتتعرض للتهجمات والسب والشتم والضرب. يعني هذا الشيء ولا عادي بهاد القطاعات. بغينا نعرفوا واش ما كاينش واحد القانون زجري، قانون يعاقب كل هاد الناس اللي كيتجاوزوا وكيتحداو القانون المغربي. يعني علاش هاد الناس دائمًا بالمعنى كينقّصوا الحياة الصغير، يعني كيمشيو للقطاعات المهمة، القطاعات اللي لا يمكن الاستغناء عنها، قطاع الصحة والتعليم، وكيديروا هاد التجاوزات الخطيرة اللي كتأدي في أغلب الأحيان إلى إصابات، وأيضًا حالات نفسية اللي كيعاني منها العديد من الأساتذة والأستاذات. يعني كفى يعني من التساهل مع هاد الفئات ديال المجتمع المغربي اللي كيحاولوا أنهم دائمًا يجعلوا من هذا الأستاذ كأنه يعني شي حاجة اللي لا تُقدّر بثمن. فالأستاذ عنده واحد المكانة كبيرة في المجتمع المغربي. يعني ما يمكنش أن تلميذ يجي ويضرب الأستاذ ديالو، يعني هذا الشيء يُندى له الجبين. ودائمًا بالنسبة لهذا الإضراب اللي غادي نتكلموا بالضبط، النقابات اللي غتكون حاضرة في هذا الإضراب. فيوم الأربعاء غيكون يوم يعني إضراب وطني عام بكل مدن المملكة المغربية. يعني غتكون هناك وقفات بكل المدن لإرسال رسائل واضحة المعالم إلى الجهات المسؤولة، وأيضًا إلى التساهل الكبير اللي ولينا كنلاحظوه أثناء قيام هاد الشباب وهاد التلاميذ اللي ربما ما كيفكروش في العواقب. بالنسبة للإضراب الوطني العام اللي غيكون يوم الأربعاء 16 أبريل 2025،
يعني من بين المسببات ديال هذا الإضراب هو اغتيال أستاذة من طرف تلميذ. وهذه الحادثة يعني كانت في التكوين المهني، إضراب عام بقطاع التعليم حدادا على اغتيال أستاذة من طرف تلميذ. قررت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وفق مصادر خاصة خوض إضراب وطني عام بالقطاع يوم الأربعاء 16 أبريل 2025 مع تنظيم وقفات أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية حدادا على وفاة أستاذة بمعهد التكوين المهني بأرفود بعد أيام من الاعتداء المميت التي تعرضت له على يد أحد المتدربين بذات المعهد. وستدعو النقابات التعليمية وفق ذات المصادر لحمل الشارة مع تنظيم وقفات احتجاجية خلال أوقات الاستراحة صباحا ومساء يومي الاثنين والثلاثاء 14 و 15 أبريل 2025. وقد سبق ودعت الجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إلى الخروج للشارع احتجاجا على وفاة أستاذة التكوين المهني بمعهد التكوين المهني بأرفود يوم أمس الأحد. وكانت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أرفود قد أعلنت في بلاغ سابق تمكنها من توقيف طالب بمعهد التكوين المهني بنفس المدينة يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في تعريض أستاذ بنفس المؤسسة التعليمية للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، وذلك بعد وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وأكدت الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أرفود الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه. ووفقا لنفس المصادر يعود سبب الحادثة إلى تقرير رفعته الأستاذة إلى إدارة المركز بشأن سلوك الطالب المشاغب، مما أثار غضبه ودفعه لترصدها خارج المؤسسة والاعتداء عليه. وأوضحت المصادر أن الطالب كان في حالة غير طبيعية أثناء الحادث، ما زاد في خطورة الوضع. وفور وقوع الاعتداء تدخلت عناصر الأمن الوطني والوقاية المدنية، حيث تم نقل الضحية إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالراشدية، وهي في حالة وصفت بالحرجة لتلقي العلاجات اللازمة. من منبر هذه القناة يعني كل العزاء لأسرة الأستاذة، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني هاد الشيء اللي ولينا كنشوفو الأساتذة كيتعرضوا للسب والقذف والضرب والجرح، يعني كل ما له علاقة بالحط من قيمة الأستاذ ولينا كنشوفوه يعني في هذه السنوات الأخيرة. يعني الأستاذ كنعرفو عنده واحد القيمة كبيرة، ودائما كنرفعوا ليه القبعة إجلالا واحتراما للدور اللي كيقوم به في المملكة المغربية من ناحية التعليم، التربية، يعني كل الإيجابيات نراها في الأستاذ. ودائما كنبقاو متشبتين بالدعم لكل الأساتذة. أقول لكم شكرا على الدعم ديالكم للقناة، ونلتقي في فيديو قريب إن شاء الله، وتحياتي.